اليومين دول انتوا عايشين الدراما بتاع المذاكرة والامتحانات، امهات اهالي وعيال. هنتكلم شوية على ايه؟ على موضوع الضغط اللي العيال حاساه بسبب ان هما لازم يجيبوا النمر المتوقعة منهم اللي هما مستنينه، اذا كنا في الاعدادية ولا في الثانوية ولا داخلين الجامعة ولا بنعدي من تانية اعدادي لتالتة اعدادي. في كمية ضغط غير طبيعية وقت الامتحانات، بتعمل انكزايتي جبارة وبتعمل بانيك اتاكس لناس كتير. لما انا اشتغلت مع كذا حد في الموقف ده، اكتر حاجة طلعت ايه هي؟ ان العيال حاسين التوقعات بتاعت الاهالي اللي معمولة عليهم كبيرة قوي، وان هم حاسين ان هم لازم يقوموا بتحقيق التوقعات دي. فقصة التوقعات مربوطة بكمية الضغط اللي احنا حاسينها في وقت الامتحانات كاهالي وكعيال. فايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نبتدي ناخد بالنا من التوقعات دي، يعني ان انا كأم او ان انا كأب ابتدي اوعى ان انا مستنية الشيء الفلاني من ابني او من بنتي، لمجرد ان انا اقدر اقوله لنفسي. اقول لنفسي انا متوقعة ده، محتاجة اسأل نفسي انا ليه متوقعة ده، عايزة ده ليه، عشان ارضي مين، عشان احقق امنية ايه. فيبتدي موضوع التوقعات بتاعت الاهالي تتحط في محلها، تتحجم. في اهالي كتير مثلا عايزين عيالهم يحققوا اللي هم ما قدروش يحققوه في حياتهم، بس مين قالك ان ابنك وبنتك عايزين اللي انتوا طالبينه من نفسكم؟ الاهالي تبتدي تسأل نفسها وتشوف ايه التوقعات اللي هي عاملاها وعاملاها ليه، ايه اللي هي مستنياه، واللي هم مستنيينه من ابنهم او بنتهم ده هيديهم ايه. بيدوروا يرضوا ايه جواهم ناقص عن طريق التوقع اللي هم عاملينه على ابنهم. فبالتالي مجرد الوعي بده احنا ما حليناش المشكله. يعني الاهل محتاجين بقى يحلوا المشكله، بقى هم التوقعات دي جايه منين ومعناها ايه وبلا بلا بلا وما اعرفش ايه، ده موضوع تاني ملناش دعوه بيه. لكن انا بالنسبه لي مهم ان احنا لمجرد ان احنا نشيل من على نفسنا الغبار بتاع التوقع واللي احنا مستنينه من التوقع، الاحتياج اللي موجود في التوقع ده كاهل هيفكلك حاجه كبيره قوي من انك تشيلي الضغط على ابنك وبنتك. العيل بقى او المراهق محتاجين تبتدوا تحسوا وتدروا برضو بانه الضغط اللي موجود عليكم ده اولا حسوا بيه في جسمكم. احنا مش متعودين نحس بجسمنا يا جماعه. انا بتفرج على الشباب وهم ماشي في الشارع مقتبين عاملين كده، مش دريانين، رجليهم معوجه، دراعاتهم ناشفه، مش دريانين خالص. ده معناها ايه؟ ان الاجسام ما هياش حيويه. فعلاقتي بجسمي اللي عمال يستعمل الضغط وعمال يجيله صداع وعمال يجيب ضربات قلب، انا مش متواصله معاه. فاول حاجه هطلبها منكم انكم تبتدوا تتواصلوا مع جسمكم، تسمعوا لنفسكم، تحسوا بالضغط. كز على اسناني، اعمل كده في كتافي، قافل فم معدتي، وتنفسوا. اتنفسوا وخلي نفسكم يروح في الحته دي. مش اول ما تسمعني بقول لك كده تقوم اعمل كده، تقوم ضاغط على ظهرك من ورا وانت مش دريان. مش هو ده اللي انا طالباه. انا بقول لك اتنفس. اوعى بجسمك قاعد على الكرسي واسأل نفسك ايه اللي ضاغطني بجد. هتلاقوا ان في توقعات الاهالي بعد شويه بتبقى توقعاتي من نفسي. يعني الاهلي طالبينه منه انا دلوقتي بطلبه من نفسي، فانا مش داريان ان امي هي اللي كانت بتطلب مني كده او مستنيه مني كده، او انا هحس بالذنب لو انا ما حققتش امنيه ابويا اللي بيصرف عليا ومضحي بكل فلوسه عشان يوديني الجامعه الفلانيه ولا مديني المدرسه الفلانيه ولا 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 ولا. فاسمح لنفسك برضو تحس بالضغط ده، واسمح لنفسك في اللحظه دي حتى لو انت نفسك تلبي امنيه ابوك وامك، انك انت تحس بده كانه قميص لابسه، فستان لابساه، تيشيرت لابساه، واقلعوه وحطوه على جنب في اللحظه دي. ليه؟ عشان انا محتاج كل طاقتي الحيويه في التركيز في اللي مطلوب مني في الامتحان. فهنشيل الضغط العاطفي عشان نعرف نتعامل مع شويه الضغط الصغيرين قوي اللي ممكن نتعامل معاهم اذا كنت مذاكره ولا مش مذاكره. وبعدين كل واحد بقى وضميره. فلو انا ما ذاكرتش اذاكر، لو انا بقضي وقتي وقاعد بتفرج على السوشيال ميديا بدل ما اذاكر ابتدي اخد بالي من اللي انا بعمله علشان ما بقاش ضحيه كل اللي بيحصل حواليا. احنا ما بنذاكرش عشان خايفين من ايه؟ ان احنا ما نقدرش. فمحتاجين نواجه برضو احساس ان انا ما اقدرش. كل ما نواجه اكتر اللي بيحصل لنا كل ما نلاقي له حل.